بس وهي بتجري ووراها طاهر، وفي رجالة بتجري ورا منهم وحاصروهم ورفعوا عليهم المسدس، وبيظهر واحد في وسطهم وبيتحايل على نفس إن هي ترجع معاه وبيزعق لطاهر. وبيرجع بينا أحداث المسلسل ونعرف هما بيجروا وراهم ليه ومين الرجالة دي. وبيظهر طاهر فوق المرساية في المركب، والرجالة بيزعقوا له على اللي هو بيعمله وبيقولوا له انت مجنون، ايه اللي انت بتعمله دوت. وقالوا ساعتها ان هو طاهر المجنون. واتصل بيه اخوه وزعق له ان هو طلع فوق المرساية وقال له يلا بينا علشان خاطر احنا هنسافر، او انت ما جيتش ليه لحد دلوقتي. قال له خلاص ماشي ثواني وانا جاي لك. وبيرجع طاهر وبياخد مصطفى اخوه ومراته اسية وامه، وبيظهر ان امه بتتناقل دايما مع اسية وبتقول له ان هي هتجوزه اول ما هنرجع من اسطنبول، وهجوزك واحده ما تكونش شبه اسية. لكن هو بيرفض وبيقول لها ان هو مش عاوز يتجوز دلوقتي. وبنروح لنفس وهي بتلعب مع هيت لعبة الوحش، وبتقول له الوحش استخبى يلا بينا ننام، وبتنيمه. وبيظهر صوت وبينادي على نفس، ووش نفس بيتغير اول ما بينادي عليها. وبتخش الاوضه عنده وبتلاقيه فارش لها في الارض ورد، وبيظهر ان هو جوزها، بس هي بتكونش منبهره باللي هو بيعمله وبتكون متضايقه جدا من اللي هو بيعمله. وبتساله بتقول له في ايه؟ قال لها كنت متوقع ان انت هتكوني ناسيه القصه. قالت له قصه ايه؟ قال لها ان النهارده اول يوم اتقابلنا فيه. وبيكون ماسكها وحاضنها بالعافيه، بس هي بتكون متضايقه قوي من الحضن بتاعه، وبتقول له ان ما كانش في داعي ان احنا نحتفل باليوم دوت. وبيبان في علامه في ايديها زي ما يكون مضروبه. وبيقول لها انا نفسي انا وانت نفتح صفحه جديده، انت ليه مصره ان انت تبعدي عني وتسمعيني كلامك البارد دوت؟ بس بيظهر ان هي رافضاه تماما، وبيصب نقول عصير وبيقول لها في صحه ان انت تكوني ليا ونكونوا مع بعض. فردت عليه وقالت له انا عمري ما اكون ليك. اتنرفز وراح رامي الكاسات في الارض وقال لها انا بقول لك ان انت هتكوني ليا. واتنرفز اكتر وقام يضربها وقال لها انا مليت من بعدك ليا وكرهك ليا. وفضل يضرب فيها جامد. كان ابنها غيث كان سامعهم وكان خايف جدا وقاعد مرعوب. ولما طلع من الاوضه شافه وهو مرعوب قال له ما تخافش احنا بنلعب مع بعض. كان الولد مرعوب جدا، وبعد كده مسكته نفس وحضنته وبسته وقالت له النهارده انا وانت غلبنا الوحش. ونفس بتركب العجل هي وغيث ابنها وبتلعب معاه وبتحاول ان هي تطلع بره القصر، لكن رجاله الحرس بيمنعوها. بيقول لها رئيس الحرس ان انا عارف ان الباب اول ما هيتفتح ان انت بتجري وبتهربي وعايزه تهربي من القصر وبتجريني وراكي. وبيطلب منها ان مفيش داعي ان كل الناس تشوف الكدمات اللي في وشها واثار الضرب عليها. فاتنرفزت عليه وقالت له يعني انت مش قادر تقول ان اللي مشغله الكلب وهو عمال بيشطر عليا وبيضربني؟ وبتبص له وبتبص للرجاله بتوعه وبتقول له يظهر ان انا الوحيده اللي ما اتعودتش وانتوا كلكم اتعودتوا على الضرب والاهانه. وبنروح لطاهر ومصطفى وهم بيقابلوا فيدات وبيتعرفوا عليه هو وبنت عمه، وبيتفقوا مع بعض ان هم يوقعوا صفقه للشغل. وبيتفق معاه فيدات ان هم يتعشوا مع بعد ما اصر عليه كتير. بيتصل فيدات بنفس وبيقول لها ان هو عازم ناس على العشاء، فبيقول لها حضروا نفسكم. قالت له قصدك ان انا اداري الضربات اللي انت معلمها لي؟ قال لها ايوه تمام. وبيخش فيدات هو وبنت عمه وبيشوفوا نفس بتلعب هي وغيث ابنها، وبتكلمها بنت عمه وبتقول لها اطلعي مكياجي وظبطي نفسك قبل ما الضيوف تيجي. فبتقول لها انت عايزاني اداري بس كل اللي في وشي علشان خاطر تبانوا ان انتوا كويسين قدام الناس، بس مش هاممكم كل اللي انتوا بتعملوه، انت زيك زيه بالظبط ما تفرقيش عنه. وبتنزل نفس علشان خاطر تسلم على الضيوف، وعينيها بتيجي في عين طاهر وطاهر بيهرب من عينه بسرعه، هي وهو بيهربوا بعينهم. بس وهو بيسلم عليها بايديه بيشوف الكدمات اللي في ايديها فبيبص لها وبيستغرب، وهي بتخاف وبتشد ايديها بسرعه. وبيروحوا يتعشوا وطاهر بيدي تليفون لبنت اخوه وبيقول لها وري الصور لغيث اللي احنا اتصورناها عند قلعة السلطان. وغيث بيكون حزين جدا وزعلان لان هو عمره ما راح الاماكن اللي هي راح، وبياخد بعضه وبيقوم وهو زعلان، بس وهو قايم بيكب الميه بينفذ عليه جامد فيدات وبيزعق له. بس نفس بتقوم علشان خاطر تراضيه، وبيقوم كمان طاهر عشان خاطر يشوفوا ماله. وبيشوف طاهر ايديها والكدمات اللي هي فيها، فبيمسك ايديها وبيحاول يشوف كده اللي في ايديها وبيشوفهم فيدات وبيبقى متضايق جدا ومتنرفز. وفي نفس الوقت نفس بتشد ايديها من ايد طاهر وبتبص له بخوف وبتشد ايديها وبتقول له مالكش دعوه. قالتهم ان هي هتروح تغير لغيث هدومه عشان هدومه اتغرقت ميه. وفيدات بيطلع ورا نفس وبيشدها من شعرها وبيقول لها هي دي ايد مسكت منها، ما حاولتيش تداري ليه الكدمات؟ قالت له هو ده كل اللي همك؟ قال لها ايوه هو ده كل اللي همني. وراح ماسك صوابعها وراح كسرها، حط ايده على بقها وهي عيني سلفت جامد جدا، وقال لها هتحجج للناس اللي تحت باي حاجه وهطلع اكسر لك بقيه صوابعك. وقال لها اقعدي مع نفسك وشوفي ان انت تخبيصك انت والتافه دوت عيب في حقي وظلم ليا. وكان بيحاول يبوسها بس هي رفضت. ونزل فيدات ومضوا العقود مع بعض. ونروح لنفس وهي بتحاول تعالج ايديها وبتحط قلم علشان خاطر تعالج ايديها من الكسر اللي هو كسره لها.
ونفس قعدت تلم في حاجتها وهدومها وباين ان هي بتهرب، وراحت لجيت وقالت له يلا بينا علشان خاطر احنا هنهرب قبل ما هو يجي. راح قال لها انا خايف عشان كل مره احنا بنهرب وبيمسكنا. قالت له ما تخافش، الحرس مش موجودين وده انسب وقت ان احنا نهرب فيه. عميت وقام ولبس هدومه وجهز نفسه عشان خاطر يهرب معاه. سابت شباك الاوضه مفتوح عشان يبان ان هم نطوا منه، وقفلت باب الاوضه علشان خاطر ان هي تكسب وقت. ونزلت جري استخبت في اوضه الغسيل وعرفت انها تستخبى من الخدم. وبعد كده طلعت بسرعة لغاية ما ركبت العربية بتاعة طاهر. بس طاهر كان متضايق جدا لما كان بيفتكر ايديها. راح كلم فيداد وقال له ايه اللي في ايد مراتك دوت. فيداد اتنرفز عليه وقال له ايه خاصتك في الموضوع. بس ردت عليه بنت عمه وقالت له ان كان في حرامي دخل البيت وهو السبب في ايديها ديت لما كانت بتقاومه. بس طاهر ما كانش مقتنع باللي هما بيقولوه. وبنروح لنفس وهي مستخبية جوه عربية طاهر وبتحاول تطمن ابنها وبتقول له احنا في اول استراحه على طول هننزل مش هنطول وما تخافش. وهو كمان حاول ان هو يطمنها وولع لها الكشاف وناموا هما الاثنين. وبنروح لفيداد وهو بيدور على نفس بس ما لقاهاش جوه الاوضه، فراح لاوضه ابنه علشان خاطر يشوفها جوه هناك. وبعدين قعد يخبط لها الباب مقفول، بس طلعت له بنت عمه وقالت له خلاص بكره هحاول ان انا اتكلم معاها وسيبها النهارده وسيبها تهدى شويه وبكره نكلمها. وبنروح لطاهر وهو راكب في العربيه وبيفتكر نفس والكدمات اللي موجوده في ايديها. نفس بتكون راحت عليها نومه وتلاقي نفسها ان هي مش عارفه المنطقه اللي هي فيها، بس لما بتركز شويه بلاقي نفسها ان هي راحت البحر الاسود. وفيداد بيخبط الصبح على الباب له ان نفس ما بتردش، فبيقرر ان هو يكسر الباب. ولما بيكسر بيكتشف ان هم هربوا وبيجري جري على الحرس وبيزعق لهم وبيحاول يعرف هي راحت فين، بس الحرس ما بيكونش عندهم اجابه. وبيوصل طاهر هو وعيلته لحد بيتهم وبيجي يفتح شنطه العربيه بيشوف نفس قصاده، فبيفضل متسمر مكانه. فبتساله اسيه هو انت ايه اللي موقفك كده؟ فبتيجي وبتشوف نفس وهي جوه الشنطه هي وابنها، فبتخاف وما بتبقاش عارفه تعمل ايه هي وطاهر. واسيه بتقول لطاهر استنى هتحجج باي حجه هخش لهم بيها وهرجع لك تاني على طول. طاهر بيفتح شنطه العربيه وبيقول لها شكل ايديكي مكسوره، انتوا شكلكم هربانين من فداء. راح قال لها استني عشان خاطر هوديكي المستشفى. قالت له لا انت كده انت عايز توديني المستشفى عشان خاطر ترجعني لفداء. قال لها لا ما تخافيش انا مش هوديكي عنده. راحت قالت له طب وليه خليني اثق فيك. قال لها انت هنا فداتي والضيف هنا بنحميه بعيوننا. وبنروح لفداد وبيشك في طاهر وخياله بيجيبه ان هو اللي خطفها، ان طاهر كان حاطط عينه عليها، ده تفكيره. ونرجع تاني لنفس وهي بتروح لعم عثمان والد اسيه علشان خاطر يشوف ايديه ان هو يعالجها. وطاهر بيقول لها ان احنا لازم نروح المستشفى لان العلاج بالطريقه دي هيوجع لك ايدك جامد. بس هي قالت له انا متعوده على الوجع دوت. وعم عثمان بيشوفها وهي عماله بتدعي، فبيقول لها انت بتدعي؟ قالت له ايوه انا عماله بدعي بس لحد دلوقتي ربنا ما استجابش دعائي. قال لها اصبري ربنا بس محتاج ان انت تصبري شويه وربنا مستجيب للدعاء وهيبعت لك اللي احسن. وبيبتدي يعالج لها في صوابعها المكسوره. وطاهر ما بيقدرش يستحمل الوجع اللي هي مستحملاه وبيقول لها الوجع دوت ما حدش يقدر يستحمله، انت مستحملاه لحد دلوقتي ازاي؟ وعم عثمان بعد ما بيعمل لها ايديها بيقول لها ان انت لازم تجي لي الصبح علشان خاطر لو الورم ما راحش لازم نروح للدكتور. بس هي بتقول له لا مش لازم ان انا اجي لاني لازم امشي على طول. بس طاهر بيقول لها مش هتمشي من هنا غير لما تكون ايديكي خفت، لو ايدك ما خفتش انا مش هسيبك تمشي. وطاهر بياخدهم وبيركبوا العربيه وغيث بيشوف البحر من الشباك وبيقول لها البحر اهو يا ماما. بس احنا هنا كمان هنشوف البحر من الشباك. بس طاهر بيسمعه وبينزلوا يشوف البحر. سيه بتقول له معقول هم ما شافوش البحر وهم ساكنين جنب البحر على طول؟ وطاهر بيقول لها الطفل ده شكله عمره ما نزل من البيت. ونفس ساعتها بتكون مبسوطه جدا بالبحر وطاهر واسيه بيكونوا مستغربين خالص ان هم فيه. ونفس من كتر حبها في البحر وفرحانه قعدت في الميه. وطاهر اتنرفز جدا وقال لها انت كده هتبردي احنا في عز الشتاء. بس هي خافت منه ومن رد فعله طلب من اسيه ان هدومك لسه موجوده في شنطه العربيه جيب لها اي حاجه تلبسها. واسيه اخذت نفس علشان خاطر تغير لها هدومها. وبنروح لفداء وهو بيطلب من رئيس الحرس عنده ان هو يجمع له 30 راجل علشان خاطر يروحوا طرابزون عند طاهر. بيكونوا مسلحين وايشن بنت عمه بتحاول ان هي تهديه وبتقول له ان احنا ممكن نلغي الصفقه بدل ما نحل الموضوع بضرب الرصاص. بس هو بيقول لها ان انا قعدت 18 ساعه من غير نفس فلازم اضربه 18 رصاصه واللي انا اعلمه ازاي ان هو يخطف مراتي وابنه. وبيجمع الرجاله كتير قوي وبيطلعوا على طرابزون لطاهر وهو طالع بيقول انا هعرف ازاي اادب طاهر على اللي هو عمله وعلمه ازاي يخطف مراتي وابنه. ونروح لطاهر هو واسيه وهم بيتغدوا مع نفس في المطعم وقابله هناك عم داوود وطلب منه طاهر ان هو يروح يفرج زيد الطفل على المعزه اللي عنده في المطعم هناك. بس نفس خايفت على ابنها وطاهر قال لها ما تخافيش عم داوود راجل طيب. وطاهر بيحاول يعرف ايه مشكله نفس وليه هربت منه واستخبت في العربيه بتاعته. بس نفس رفضت ان هي تتكلم وقالت له محدش ليه دعوه بيا وانا كل اللي انا عايزاه ان انتوا توصلوني عند موقف العربيات ومش عايزه منكم اكتر من كده وشكرا على اللي انتوا عملتوه معايا. بس طاهر ما بيعجبوش الكلام وبيفتش الشنطه بتاعتها وما بيلاقيش معاها ولا فلوس ولا كروت ولا اي حاجه وبيستغرب بيقول لها طب انت هتمشي ازاي وهتسافري ازاي؟ بس هي ما عرفتش ترد عليه
بس كل اللي قاله لها ان انا مش هسيبك ولازم اقف جنبك لحد ما توصلي وايدك تخف وبعد كده تعملي اللي انت عايزاه. بس هي قالت له ليه المعروف ده كله المقابل للمعروف دوت. رد عليها وقال لها احنا اهل الضياع واللي بيلجأ لنا بنرضيه برواحنا. بس طاهر بيكلمها بنبره حاده وبيقول لها انت مش هتمشي من هنا غير لما، وهي بتقاطعه في الكلام وبتقول له لما ايه؟ تضربني مش كده؟ او ممكن تورم لي عيني التانيه، او ممكن تكسر لي صوابعي كمان زي ما فداد بيعمل معايا مش كده؟ وساعتها طاهر بص لها باستغراب ووطى نبره صوته وقال لها بالراحه شويه، احنا عندنا ستات ما بنضربهاش. تروح لثانيه وهي عند جارتها تركان وهي بتقول لها ان هي عايزه تخطب بنتها لطاهر، وبيظهر ان بنتها فعلا معجبه بطاهر. تركان بيكون عندها بنت تانية اسمها نظر، ودي بتكون معجبة بمراد أخو طاهر، ومراد بيظهر وبيبان إن هو بتاع بنات، وطاهر بياخد نفس وبيروح بيها البيت، وأول ما بيشوفها مصطفى بيتنرفز وبيقول إيه اللي جابهم هنا، وآسية بتحاول إن هي تهدي فيه شوية، بس مصطفى بيكون متنرفز قوي ومش بيعرف يسيطر على أعصابه، وبيقول له إيه اللي جابها هنا؟ إحنا كنا لسه عندهم امبارح وبنتعشى، تقوم تاخد الست واحنا مروحين وتاخدها معاك، ودي ست متجوزه وانت بتعمل ايه معاها؟ وطاهر بيرد عليه وبيقول له خلي بالك من كلامك، الست دي لجأت لي وانا هقف جنبها ومش هسيبها. جوزها ماسكها وضاربها ومكسر لها صوابعها. بس مصطفى بيكلمه بعصبيه جامد وبيقول له انت مالك؟ واحد ومراته، احنا ايش دخلنا؟ نخطفها ليه واحنا مالنا؟ وبيرد عليه طاهر وبيقول له انا ما خطفتهاش، بس لو كنت اعرف ان هو بيمد ايده عليها وبيضربها كنت خطفتها. وساعتها نفس بترد بتقول كفايه كده قوي وانا هاخد بعضي وهمشي، انا ماشيه. بس طاهر بيقف قصادها وبيقول لها مش هتمشي من هنا، انت هنا في حمايه. بس مصطفى بيقول له لا انت هتمشيها دلوقتي فورا، لانك انت لو ما مشيتهاش احنا بينا وبين جوزها شغل، ولو احنا ما سلمناهالهوش احنا كل تجارتنا هتتبهدل. بيرد عليه طاهر بطريقه وبيقول له اللي انت تؤمر بيه انا هسيبه يدفن نفس، نعد الفلوس بتاعتنا بكل اريحيه. واسيه بتجري تاخد مصطفى علشان الخاطر تهدي الخلاف ما بينهم، وبنروح لنفس وطاهر، ونفس بتقول لطاهر سيبني انا همشي. راح ردد عليه وقال لها انا مش هسيبك تمشي. ردت عليه وقالت له انت شكلك مجنون. راح رد عليها المجنون بصحيح اللي تركب في عربيه حد وهي ما تعرفه وتهرب من جوزها. راحت قالت له بقول لك ايه ده مش جوزي. وساعتها بيتصدم طاهر وبيقول لها امال دوت مين؟ خدت بعضها ومشيت وقالت له سيبني. طلعت تجري وراه اسيه وقالت له سيبها انا ههديها جيش ورانا علشان خاطر هي شكلها خايفه منك. ومصطفى ساعتها بيقول له سيبك منها علشان دي مش هيجي لنا من وراها غير النصايب. بس طاهر بيتعصب وبيخبط ايده في الحيط، وقاسي خدتها وقالت لها يلا بينا نروح على السوق نتمشى شويه. وهم طالعين قابلوا ثانيه، واول ما شافتها اتجن جنونها وقالت لهم ايه اللي جاب المخلوقه ديت عندي؟ راح رد عليه مراد وقال لها اسالي اخويا جوه وهو هيقول لك. واسيه اخدتها وراحوا على السوق وقابلوا هناك تركان ومرجانه ونظر، وكانوا عايزين يعرفوا مين اللي مع اسيه. راحت اسيه قايله لها ديت ضيفه جايه لنا من اسطنبول. استغربت نظر وقالت لها ازاي ما انتوا كنتوا امبارح في اسطنبول؟ راحت رد عليها وقالت لها بتريقه بنروح ونيجي على بعض. وفي نفس الوقت جه طاهر وشد ايد نفس وراح واخدها على جنبه قايل لها انت قلتي ان هو مش جوزك، امال هو يبقى مين؟ راحت رد عليه وقالت له انت مالك؟ مالكش دعوه. راح ردد عليها وقال لها يعني انت مين؟ يعني انت صاحبته؟ راحت ماسكاه وكانها هتضربه وقالت له اخرس اياك تقول كده تاني. بس اتدخلت آسية علشان خاطر تهدي الموضوع. راح سحب نفس وخدها بره السوق ونادت على ابنها وهي ماشيه، راح قال لها خليهم يلعبوا مع بعض. وساعتها تركان وعيالها استغربوا من اللي بيحصل والفضول كان هيموتهم. وبنروح لطاهر ونفس وهو بيسر عليها علشان خاطر يفهم هي ليه قالت ان هي مش متجوزاه. فنفس بعد اصرار منه بترد عليه وبتقول له ان هو خطفها من 8 سنين وحبسها وقعد يعذبها ويضربها. ورد عليها طاهر وسألها طب هو ليه ما كتبش عليكي لحد دلوقتي؟ ردت عليه وهي بتعيط وقالت له لاني انا اللي رافضه لحد دلوقتي ان انا مش عايزاه ومش عايزه اتجوزه ورافضه اني استسلم له واخضع له. وساعتها فرح طاهر من كلامها وفي نفس الوقت كان متعاطف معاها. ونروح لساميه وهي عماله بتزعق وتقول اتفضحنا في وسط الجيران، وبتقول تركان اتصلت بيا وبتقول لي ان ابنك شادد واحده في وسط السوق هي وابنها ومش همه حد. وبتكمل كلامها وبتقول احنا خلاص اتفضحنا في كل حته. تدخل عليها نفس هي وطاهر تتضايق من كلامها وبتقول لها انا ست كويسه وعيب الكلام اللي انت بتقوليه عليا دوت. وبتسال على ابنها وبتعرف ان هو نايم فوق وبتقول انا همشي وهسيب لكم الدنيا. بس بيطلع وراها طاهر وقال لها مش هتمشي، ولو ناويه ان انت تمشي ومصممه ان انت تمشي هتمشي بكره بعد ما تطمن على ايه. وبيعرف يقنعها وبتضطر تقعد وبتطلع نفس واتنين. بس بعد شويه بيجي فداد وبتبص عليه من الشباك وبيخش عليها طاهر فبتقول له انت اللي بلغته ان انا هنا علشان كده كنت عايزني افضل قاعده مش كده منك لله. وفضلت تشتم فيه بس بيقول لها خلي بالك من كلامك علشان خاطر انا ما اتصلتش بحد وقلت له. وبيقفل عليها الباب ويقول لها اياكي تفتحي لاي حد. وبينزل علشان خاطر يقابل فداد بس وهو نازل بيقابل مصطفى ومصطفى بيبص له نظره زي ما بيقول له كده انا مش قلت لك. وطاهر بيفتح لفداد الباب بس فداد اول ما بيخش بيقول له هات مراتي يا حقير انت خطفتها. بس مصطفى بيسكته وبيقول له ما تعليش صوتك هنا. وبيحاول لفداد ان هو يمد ايده على مصطفى بس طاهر بيمسك ايديه وبيضربه. وفي اللحظه دي بيصحى كل اللي في البيت. ثانيه بترد عليهم وبتقول لهم مالكش دعوه بعيالي
وما تمدش ايدك على حد من عيالي، ولو عايز عيالك ومراتك اطلع خدهم من فوق، هم نايمين فوق. اصيله والله يا طنط ثانيه. وساعتها بيتضايقوا كل اللي موجودين، واسيه بتنكر ان نفس جات هنا، وساعتها بيقوموا يفتشوا البيت غصب عنهم، وفي رجاله ماسكين طاهر عشان ما يتحركش من مكانه، وبيفتش البيت كله بس ما بيلاقيهاش، وبيلاقي الشباك مفتوح، فبيعرف ان هي هربت مره تانية. فبيرد عليه مصطفى وبيقول له اهم هربوا، يلا اطلع دور عليهم في اي حته تانية. وساعتها بيقلق عليهم طاهر وما بيكونش عارف هم هربوا ازاي. وكده نكونوا لخصنا الجزء الاول، وان شاء الله هنلخص بقيه الاجزاء. متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان نعرف احنا كمان هم هربوا فين.